السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده النادي الاهلي بيتعادل مع سيراميكا 1-1 في اول ماتش من الست ماتشات اللي المفروض تحدد الدوري. ولا كأن اي حاجه حصلت، ولا كأن الجمهور كان متضايق، ولا كأن كان في غضب جماهيري بعد الطلوع من افريقيا، ولا كأن اي حاجه حصلت، ولا كأن في اجتماعات حصلت، ولا لجنه كره مشيت، ولا ناس اتولت، ولا كأن اي حاجه حصلت. اللعيبه النهارده نازله بيه صباح الفل، عندنا ماتش النهارده مع سيراميكا، طب يلا بينا ننزل نهيص ونليص شويه. هوب 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 بنخسر 1-0 الشوط الاول، يلا نفازلك ونحفلك ومش عارف نعمل ايه ونجيب جون. اي لخبطه في اي لخبطه بيحطوا الباك دفاع السيرف باك بتاعك اصلا، ومن كره ميته يعني، عشان بس نكون واضحين يعني، حتى مش هجمه متنفذه، مش ركنيه، مش رفع عرضيه، مش اي حاجه، ده كوره مرتده من اللاعب بتاعك، خبطت فيه رجعت ليه شاطها، جون دربكه يعني، حتى مش هجمه، مش خطه، مش هجمه منظمه، لا ده جون دربكه. وهو ده الحال، عشوائيه ما في بعد كده، وهبل بيحصل، وعدم مسؤوليه واستفزاز وحرق الدم للجمهور اللي هو اصلا حرفيا خلاص جاب اخره. الموسم ده موسم كارثي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، يعني البطوله الوحيده اللي ممكن تنقذك الموسم ده هي الدوري، وانت بتضيعها بكل سهوله بكل نطاع. النهارده بتتعادل مع سيراميكا اللي اصلا طول الماتش، طول الشوط، طول الماتش كله قاعد في ال 18 بتاعته، بيلعب ب5-5 حرفيا 90 دقيقه، مش عارف تخترق، مش عارف تشوف كوره على الجون يا مؤمن ده. المهم انا جاي اقول لك 3 حاجات مضحكين، هي ما تضحكش قوي بس هم 3 حاجات مضحكين. اول حاجه، انت عارف ان الزمالك عنده 13 قضيه ايقاف قيد، ومشي من نص الموسم عنده ناصر ماهر ودونجا، وما عندوش لعيبه، ونص الفرقه متصابه، وبيلعب بنص الفرقه ناشئين، ومع ذلك متصدر الدوري فرق عنك ب5 نقط. تاني حاجه مضحكه، سيد عبد الحفيظ قاعد مع اللعيبه في المعسكر بقاله 5 ايام بيقول لهم ايه؟ تخيل بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم في مكافآت اضافيه على المكافآت اللي اوريدي عندكم في العقود لو فزتوا بالدوري. هي دي لعيبه تترغب؟ دي لعيبه لازم تترهب. اللعيبه دي خلاص كده كروشها اتملت، انت مهما قلت له هديك مش هيبقى مستدر، مش مستوعب اصلا، هو مش مستفيد. هو واحد بياخد 30 مليون في الموسم، اديت له انت 100,000 ولا 2 مليون ولا 10 مليون حتى زياده، هيعملوا له ايه؟ خلاص ده واحد بطنه شبعت زي ما بيقولوا، مبقاش محتاج فلوسك. اللعيبه دي ما تترغبش يا كابتن سيد، اللعيبه دي تترهب، اللعيبه دي الفرقه دي تتفور، اقسم بالله العلي العظيم الفرقه دي تتفور، لا بقى فيه روح ولا نخوه ولا رجوله ولا اي نيله على دماغهم. اخر حاجه مضحكه بقى، انت تعرف الناس ترب مش هيمشي غير بعد الموسم ما يخلص، ضيع منك كاس، وضيع منك دوري ابطال، ويضيع منك الدوري، وممكن ما تلحقش تلعب دوري ابطال، بس ترب قاعد لحد اخر الموسم عشان انت مش هتقدر تدفع له الشرط الجزائي بتاعه اللي انت اصلا اوريدي بتدفع لكولر وريبيرو.